تقييم الهلال ناتج عن ايه؟ ناتج عن تقييم الدوري السعودي ككل. تمام. الدوري السعودي ككل اقوى من الدوري المصري ككل. فمن هنا هذه المنافسه هي اللي حطت الهلال في رقم 28 على العالم، واعتقد على فكره انه تصنيف ظالم. أعزائي المشاهدين والمتابعين، مع الكابتن جمال حاتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ والكابتن والشاعر أكرم حسن، مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بما إنك عاشق من عشاق الدوري السعودي. طبعا الهلال بالتحديد. الهلال بالتحديد. ده أنا عاوز أسألك إن المنافسة اشتعلت، الدوري السعودي رايح فين؟ إن شاء الله الدوري رايح للهلال. ما تشتعل المنافسة. في غربال بيبقى ليه شدة. هذه شدة الغربال. إنما الهلال نفسه هو الغربال أصلا. طب دي غرابيل مشدودة. الاتحاد السنة دي مليء بالنجوم، عنده نهضة. الاتحاد السنة دي مستواه حلو. والنصر بدأ ياخد نفسه. والأهلي بدأ ياخد نفسه، ولكن يظل الهلال يعني يغرد في صمت. عارف التغريد في صمت؟ تمام. لو كل الفرق تغرد ولكنه له تغريده الخاص. الهلال 28 على العالم حصل؟ تصنيف يعني هم ظلمونا فيه. طب بمناسبة الكلام ده، انا كنت بتكلم من يومين ان الهلال اقوى فريق عربي في هذه المرحلة. ده صحيح؟ هل تتفق معايا بالنقطة دي؟ طبعا اتفق معاك. اكيد طبعا الاهلاويه المصريين زعلانين. يا جماعه مفيش زعل ولا حاجه. مفيش برضه مقارنه. بمعنى تقييم الهلال ناتج عن ايه؟ ناتج عن تقييم الدوري السعودي ككل. تمام. الدوري السعودي ككل اقوى من الدوري المصري ككل. فمن هنا هذه المنافسه هي اللي حطت الهلال في رقم 28 على العالم، واعتقد على فكره انه تصنيف ظالم. المفترض يكون اساسا من ال 15 الكبار في العالم. انا بقول ال10. لا خلينا يا عم متواضعين. خليهم من ال 15 الكبار على مستوى الكوكب على الاقل. تمام جدا. 28 لا. انما الدوري رايح فين؟ الدوري هلالي باذن الله عز وجل. الفرق نقطه واحده. وايه المشكله الفرق نقطه واحده؟ يا عم شخصيه البطل لها علاقات اخرى ولها رؤى اخرى ولها طريقه معينه في تناول النقاط. الفرق نقطه واحده. ايه المشكله الفرق نقطه واحده؟ مستوى الهلال قوي، وانت تعلم ذلك جيدا. تمام. انا اراهن على الهلال. لماذا اراهن على الهلال؟ تمام. اراهن على شخصيه البطل التي بداخل الهلال. جميل. وما تنساش برضو يعني الهلال تعادل مع النصر، ما اتهزمش. الهلال عامل نتائج رائعه جدا في اسيا. فالهلال عامل نتائج رائعه جدا على مستوى الدوري. هذه النتائج تقول ان الهلال ماشي صح. تمام. انت في بص اقول لك حاجه، شخصيه الهلال في ايه؟ انا ازعل كهلال انه يتعادل. انا ما بفكرش انه اتهزم. جماهير الهلال صح بالفعل. يعني انا شايفها حزينه جدا للتعادل مع طبعا النصر. احزن طبعا انه يتعادل. ازاي يتعادل؟ انا ما اتعادلش. مين اساسا زيي عشان يتعادل معايا؟ اتعادل. دي تزعلني، مش انا افكر في الهزيمه. دي شخصيه البطل يا صديقي. الدوري هلالي ان شاء الله اكرم وستار. طب بس هي في منافسه قويه. انا معاك طب والمنافس حلو. جميل جدا. طب لو حطينا المربع الذهبي يبقى مين؟ بص خلينا نقول ان النصر عائد من الصفوف الخلفيه بقوه. اقول من الصفوف الخلفيه بمعنى ان النصر فريق كده. تمام. نضع في اعتبارنا النقطه دي. نقول كمان بس البدايه ما كانتش جيده. طبعا ما كانتش جيده خالص. البدايه كانت تخوف. بدايه النصر كانت تخوف. تمام. هو النصر شبيه بالزمالك في مصر، اللي هو زجزاج. ما يمشيش على ساطر كامل ابدا. ثم الهلال طبعا على قمه الهرم المربع. ثم الاهلي قادم من الخلف. طب الشباب في فريق اسمه الشباب انا متابع الشباب، بس برضه نرجع ونقول يعني ان هي ايه، في صحوه للفرق. يعني في فريق يصحوا 3-4 مباريات وينتكس. الشباب هينتكس. لا او ممكن نختلف نقطه رايك. انا ما اقدرش. لسه احنا لسه دلوقتي تقريبا في نص الدوري. تقريبا في نص. لسه قدامك كلام كتير. انا اراهن على مستوى القادسيه. مش هقول في المربع، ولكن على الاقل خالص يخلص في السبعه الكبار. الدوري بقى مشتعل والمباريات بقت كلها قمه. وبعد احنا ما فيها اصلا. اجمل ما في الموضوع ان الجميع ينافس، الجميع عنده صفقات، الجميع عنده كره قدم، الجميع وراه جمهوره الخاص. وركز على جمهوره الخاص، دي ضروري. لان كره القدم مصنوعه مخلوقه بتتلعب بجمهور. لابد يكون وراها جمهور. اللعيب لما يكون في ارض الملعب وفي جمهور وراه بينده باسمه او بينده بكيانه، تفرق كتير جدا عن انه يلعب كانه بيلعب الدوري الرمضاني. طب هل ينفع نجيب الدوري السعودي في مقارنه مع اي دوري عربي اخر في الوقت الحالي؟ خلينا واضحين بدون يا اخي نرجسيه. لا طبعا مفيش وجه مقارنه. عندك دوريات عربيه قويه مين؟ هو مصر.
مصر على المستوى العربي والافريقي. لا لا لا، المغرب اقوى من بالراحه الدوري بقول المصري. مصر اهو تمام. ثم الدوري المصري، الدوري المغربي، في ايه دوري كمان؟ عندك مين؟ الدوري الاماراتي والدوري القطري والدوري التونسي الاماراتي والدوري القطري وهلم جره. لا يقارن بالدوري السعودي من ناحيه الشغف، من ناحيه الجماهير، من ناحيه اللعيبه، من ناحيه النجوم اللي موجودين، من ناحيه يا اخي المدربين العالميين اللي موجودين على ارض الملعب. لا طبعا ما تقارنش. مش بمزاج ومزاجك، الارض الواقع بيقول كده، مفيش وجه مقارنه. وكيفك. طب هل هينجح المنتخب السعودي في الفتره القادمه في ظل الكره السعوديه والتطور في الدوري؟ بص احنا دلوقتي غيرنا المدرب، حصل؟ تمام. طب تمام. المدرب اللي غيرناه كان موجود قبل كده. تمام. رينار الراجل مش غريب اساسا على كرة القدم السعوديه. تمام. وهو الذي ادى معه مباراه من اجمل مباريات السعوديه في تاريخها الحديث ضد الارجنتين، وارجنتين ميسي. لا ننكر ذلك. تمام. رينار جاي وعارف الاشكاليات اللي موجوده في المنتخب. تمام. اول حاجه عليه انه يعملها فكره ان هو يغربل اللعيبه اللي موجوده، من لا يستطيع الاداء يتكل على الله. تمام. السعوديه ده منتخب دوله، منتخب وطن، تمام. مش علاقه بقى. اصل اقول لك حاجه، في لعيب بالمناسبه يبقى كويس جدا مع النادي بتاعه، ما اعرفش يأدي مع المنتخب. اصابه سالم الدوسري، انا زعلت من الاصابه دي بصراحه. زعلت، وخاصه ان سالم مؤثر سواء مع الهلال سواء مع المنتخب، ولكن ان شاء الله يقوم منها زي سالم. سالم برضه لعيب عنده امكانياته الخاصه وعنده روح من الداخل، لعيب يا راجل. سالم الدوسري لعيب، كونه لعيب هيرجع لانه عنده الشغف، عنده الدافع النفسي انه يرجع. تمام. فهي اصابه خد بالك هتاثر بالمناسبه مع المنتخب، مش هو اللي تاثر مع الهلال. هو طبعا مؤثر مع الهلال ولكن هتاثر اكتر مع المنتخب. تاثر اكتر مع المنتخب طبعا. اصل كام واحد في المنتخب سالم دوسري؟ توقعك المنتخب هيلعب، المنتخب السعودي هيلاعب استراليا في مباراه يعني تعتبر مصيريه في تحديد ان المنتخب السعودي يطلع المركز الثاني او مع احترامي يعني منذ متى كانت استراليا ارض كره بالمعنى الكلاسيكي للكلمه؟ يعني استراليا قادمه من الخلف. انا من وجهه نظري شايف ان المنتخب السعودي قادر يعملها ان شاء الله. قادر يعملها ان شاء الله باذن الله. وتكون احنا ما بنستقلش بخصم. بس برضه بالله عليك يعني ما فيش وجه مقارنه بين السعوديه واستراليا. استراليا ليست دوله كره قدم من الاساس اصلا، ده قادمه من قبل ما يجي منشيني ما كانش فيه مقارنه بين المنتخب. هو منشيني الحمد لله انه منشيني كده حلو وقوي. منشيني لو استمر شويه كان هتبقى فيه مصايب في المنتخب السعودي. منشيني مش فاهم اساسا الشخصيه السعوديه في كره القدم. يا اخي شوف مشاركات السعوديه في كاس العالم. السعوديه كانت بتحرج الكبار، واخر مشاركه ما احرجت الارجنتين، وكانت قاب قوسين او ادنى ان احنا نتعدى لدور 16. عودا على بدء صديقي العزيز، الدوري هلالي ان شاء الله، وحاسبني. تحياتي اكرم. شكرا لك. تحياتي صديقي. السلام عليكم. وعليكم السلام.